عليكم حبوباتي. جبت لكم اليوم هذا الفيديو تاع حلوى. كامل الناس تعرفها، حلوى تقليديه، ما كاش اللي ما يبغيهاش وما كاش اللي ما يديرهاش في داره. اليوم جبت لكم هذا الحلوى المقادير كما نقولوا حنايا دوبل كما راكم تشوفوا هنا، وتقدروا تخرجوا منها حلوى طريه وشابه بزاف بزاف. نقول لكم عام سعيد يدخل عليكم بالصحه والهنا والعافيه. كما راكم تشوفوا هنا درت 500 غرام تاع زبده، زدت لها 250 غرام زبده، زدت لها 4 مغارف سكر كلاص، وزدت لها 2 فاني كما راكم تشوفوا هنايا، والجلجلان هنايا هذه 10000 تاع الجلجلان، وثلاث حبات بيض. نستعملوا هنايا 2 حبات كاملين وواحده غير صفار. هنايا حتى بغيت نفرق الحبه ومن بعد تفكرت باللي 2 حبات كاملين. قلنا 2 حبات كاملين تاع البيض وواحده غير الصفار. قشور 2 ليمونات زائد العصير نتاعهم. هنا بديت نخدم بالباتر، بصح راكم عارفين كي يكون البرد تكون زبده جامده. هنا راني نكمل كل شيء بيدي، كملت بيديا، خلطت كامل هذاك الخليط وزدت له 3 مغارف تاع مايزينا كما راكم تشوفوا هنايا. خلطها مليح مليح حتى تولي كريميه. صاي تطلق هذيك الزبده كامل، بعد عاد نوليو نزيدو في الفارينه. هنايا نزيد الفارينه حتى اللم كامل للعجينه. وهنايا استعملت واحده خميره كيميائيه. هنايا في 250 غرام تستعملوا راس مغرف تاع خميره. وهنا دوبليت المقادير كما راكم تشوفوا هنا، دوبليت المقادير درت واحده كامله. جاوني هنايا باكي ونص تاع الفارينه. هنايا بعد ما لميت العجينه كامل نولي نشكلها هكذا. تعرفوا كي نبداو نديرو في الحربوش يبدا يدخل الهواء للعجينه، مره خويوها شغل هكذا كما راني ندير انا بيديا. خويو العجينه عاود تحربشوها هكذا كما راكم تشوفوا. هنا راني نخوي في الهواء. هنايا نحربشها كامل ونولي نقطعها مقيرطات صغيورين. ما نكبروش المقيرطه خطره فيها ديجا الخميره الكيميائيه، غادي تزيد تضاعف لها الحجم نتاعها. الا درناها كبيره تولي ماشي حبه تاع كاطو، تولي كارثه. هنايا كما راكم تشوفوا هنا راني نقطع فيها مقروطات كامل ونولي نطيبها عادي، نحمرها من التحت والفوق غير شويه ماشي بزاف باش ما تبانش من السكر كلاص. كما راكم تشوفوا هنايا نستف في السني، من بعد شويه الحبه على اختها باش ما تلصقش، غادي يضاعف الحجم نتاعها. ونكمل كامل الكميه اللي عندي ومن بعد نولوا للتسكر. نوريكم كيفاش نسكر انايا بوسو. هنا بعد ما طيبته نخرج سني حامي. انا ندير سكر كلاص في الساشيه يساعدني خير من اللي نديره في هكذا في باسينه ولا في حاجه. في الساشيه يساعدكم احسن، خاطر كي تبلع الساشيه وهو يكون سخون يندى على هذاك السكر ويلصق فيه اوتوماتيكمون. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما لصق لي سكر كلاص في الحبات تاع الحلوى، هنا نولي نحيه من الساشيه باش نكمل نفس المرحله مع الكاطو اللي باقي لي. هنايا نحيه ونعاود نرشه بالسكر كلاص. كما راكم تشوفوا هنا زدت فيه كامل هنايا في الصينيه، ونعاود نرش عليه سكر كلاص ونخليه يزيد يرفد هذاك السكر. هنا من بعد نمسح هذيك الحبه تاع الحلوى بيديا كما تشوفوا بالكف تاع يديا، ونعاود نستفها في سنيوه ولا في حاجه، ونعاود نسكرها، نعاود نرش عليها السكر الناعم كما راكم تشوفوا هنايا. هنا راني دايره عاود حلوى واحده اخرى في الساشي اللي تبان هنايا من الاسفل، وراني نكمل في هذاك الحلوى اللي كنت نحيتها ديجا من الساشيه من السكر السكر كلاص. كما راكم تشوفوا لهيها بعد ما نحيها نعاود نرش عليها السكر كلاص باش تعطيني وجه شباب رملي. هنايا صاي كملت الحلوى وراني نعمر فيها في الكيسات. هذه راهي طلبيه تاع واحد الاخت قالت لي خاصني نضاعف الكميه، قلت لها مرحبا. هنا النتيجه النهائيه تاع حلوة بوسو. لا تمسوا معنا، ونقول لكم ما تنسونش بالاشتراك والجيم والبارطاج، ونقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.